السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في حصه جديده مع شهوات شفيقه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد شكل الملح اللي هما الشنيك. نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا نص فلفله صفراء، نص فلفله حمراء، ونص فلفله خضراء مقطعين مربعات. عندنا واحد البصله موين مقطعه حتى هي مشلضه. عندنا واحد علبه ديال التون ما يعادل تقريبا 100 غرام حتى 150 غرام. عندنا شويه زيتون مقطع، زيتون خضر، اذا كان عندك اسود ماشي مشكل، بحال على حسب الذوق ديال كل واحد. عندنا واحد تقريبا 70 غرام ديال 70 غرام ديال الشامبينيون، هذا اختياري. عندنا شويه الملح، عندنا معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، ونص معلقه ديال الفلفل الاسود يعني الابزار، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم. عندي شويه ديال الزعتر هنايا او الزعتر، انا كيعجبني نعملو دائما في المالح، كيبقى لك اختيار ليك. عندنا زيت روميه، زيت نباتيه بالنسبه باش نشحروا فيها الخضر ديالنا. وعندي زيت الزيتون باش ننسم بها شويه. وبالنسبه للعجين، انا غنستعمل العجين اللي وريتكم سابقا في واحد الوصفه واحده اخرى ديال العجينه السحريه اللي كتصلح جميع المملحات. بامكانكم تستعملوا العجينه اللي كتستعملوا دائما اولا تستعملوا هذه، زعما كنصحكم تستعملوها لان مزيونه وسهله في الخدمه وكتجي بنينه. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. الثانيه هي اول حاجه عملنا الطنجره ديالنا او المقله تسخن، وعملت 3 معالق كبار ديال الزيت الروميه. من غتسخن شويه الزيت غادي نضيف لها البصل ديالنا تشحر على النار هادئه، ونخليها تتشحر، نغطيها ونخليها تتشحر على خضره. ها هي البصله ديالنا من بعد ما تسلخات شويه غنضيفوا لها دابا الشامبينيون. نغطيوها عاود نخليوها واحد 3 دقائق حتى 5. ها هي الشامبينيون ديالنا تشحر، دابا غادي نزيدو عليه الفلفله. نخلطوا العناصر كامله مع بعضياتها. ونزيدو دابا البهارات كامله عطريه. غنضيف دابا الملحه، هاهي عندي معبوره معلقه صغيره، كيبقى الملح على حسب الذوق ديال كل واحد. بالنسبه للعطريه حتى هي عندي معبوره كما قلت لكم قبايل. نخلطوا العناصر كامله. غادي نزيد فوق منهم واحد القطيره ديال تقريبا معلقه كبيره حتى 2 معالق ديال زيت الزيتون، زيت ولديه، ونغطيوها عاود ونخليوها تشحر واحد شويش حتى تبان مزيان ونحسوا بان الفلفله طابت لنا. دائما على نار هادئه. ديال الخضر ديالنا الحشوه ديالنا انا باقي كنتسناها تزيد تشحر، مره كنحركها بيدي. الاحسن تستعملوا مقلات او طنجره تكون ما كتلصقش، باش الفلفله والبصله كطيب في الماء ديالها، فهمت يعني ما كتحتاجش تزيد لا ماء لا والو كما عملت انا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفلفله بالالوان يعني يمكن لك تستعملي غير الفلفله خضراء. دابا غادي نضيفوا لها التون والزيتون، نخلطوا العناصر مزيان مع بعضياتها كامله. بالنسبه اللي ما عندوش التون اولا بغى يستعمل حاجه واحده اخرى بحال صدر الدجاج اولا لا داند اولا الكفته، استعملي اللي عندك في الدار. يعني عندك 200 غرام ديال الكفته ولا 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، كتشحروا من مورا البصله. ملي كتشحر البصله كتضيفها وكتشحرها مزيان، عاد كنضيفوا الخضره معاها وكتعمر بها. كتستعمل اللي عندك في الدار اولا اللي كتبغي اللي كتفضل نتينا.
نكملو ايضا نجمعو الخليط مع بعضياتو مزيان. نضيفو دابا شويه ديال السحتر. انا كما قلت لكم كيعجبني نستعملو دائما في الملاح، كتعجبني البنه ديالو، يعني يمكن لك تستغني عنها يا سيداتي. عاود نخلطو مزيان. هاد الشكل ديال الملح، هاد الشنيكات كيجيو بنينين وفي نفس الوقت اقتصاديين يعني وسهلين، ما كياخذوش الوقت بزاف. اكثرشي الا كانت عندك العجينه واجده، يعني غير الجبده وتعدي الحشوه وتبدا تعمر. دابا غنمشيو نطلقوا العجينه ان شاء الله، وندوزو للطريقه كيفاش كنعدلوا الشنيك، كيفاش كنلويوه ان شاء الله. ها حنايا من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا وكنحاولوا نعملوها تكون رقيقه، لان اصلا غادي نلويوها باش ما تجيناش غليظه بزاف. كنطلقوها ودابا غادي نحاولوا نعمروها كامله بالحشوه بهذه الطريقه، نكبوا شويه بشويه ونطلقوها. اذا بغيتيها تلصق لك مزيان تقدر تدهن العجينه بواحد الصفاد البيضاء. انا ما استعملتهاش، يعني ملي غنلويها نحاول نزيرها باش ما تخرج لنا شي الحشوه. نبقاو هكذا على هذه الطريقه هذه حتى نفرشوا العجينه كامله وعاد نلويوها ان شاء الله. انا سرحت ديك الخليط الحشوه ديالنا كامل على العجينه. ونسيت قبيله ما ذكرت لكم شي، عندي واحد شويش ديال الجبن موتزاريلا اولا الجبن الحمر اللي عندك، الا ما عندكش ممكن تستغني عليه. غادي نرش فوق منهم شويه فوق الحشوه ديالنا. حتى هو كيزيد واحد النكهه ولا بات كتجي معلكه. باغا نبداو نلويو الحشوه ديالنا شويه بشويه، غير بشويه علينا. نلويوها مزيان، عفوا قسمناها على جوج باش نبداو دابا نقطعوها ان شاء الله. انا ديجا وجدت الصينيه اللي غندخلوها الفرن، نحاولوا نقطعوا غير بشويه لان العجينه رطبه. ها هو الشنيك ديالنا من بعد ما قطعناه وحطيناه في اللاطه اللي غندخلوه الفران. دابا غنشبروا واحد الصفار البيضاء وغندهنوا لهم وجههم من فوق غير شويه باش يعطي شويه د اللون. ندوزو عليهم كاملين غير بشويه. وانا ديجا عملت الفران يسخن، درجه الحراره متوسطه. انا عندي فران ديال الضوء عملته على 180 درجه. ما كياخذ شي وقت بزاف في الطياب لان ديجا الحشوه ديالنا طايبه والعجينه ما كتاخذ شي وقت بزاف. ونخليكم ان شاء الله نكملوا هادو بالدهين ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يخرجوا من الفران ونشوفوا الشكل ديالو. ها هو الشيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. ها نتوما كتشوفوا كيفاش جا محمر، ونأكد لكم ان حتى المذاق ديالو غزال ولا بات كتجي رطيبه وتقدر تبقى لك يومين 3 ايام وكيبقاو مزيانين ما كيوقع لهم حتى حاجه. نتمنى ان الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما، وما تنساوش تشاركوا الوصفات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم مع العائله لمزيد من التشجيع والعطاء. وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه. السلام عليكم في رعايه الله.